كان يا مكان في قديم الزمان، مش زمان قوي كده، يعني من حوالي 130 سنة اخترع 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 تم اختراع جهاز السينماتوجراف. وبغض النظر عن السبب الحقيقي لاختراع الجهاز ده، إلا إن الجهاز ده تحول مع الزمن لصناعة كاملة ومصانع بتصنع أفلام فقط، واسمها استوديوهات هوليوود. وكانت محتكرة الصناعة دي بشكل كبير جدا، وبتبقى ماشية على نهج تجاري معين هدفه الأول جذب أكبر عدد من الجماهير أكتر من طرح مواضيع مهمة وبطريقة غير نمطية. وفي الأربعينات النظام ده شبه بيتفكك، ومن هنا بدأنا نسمع كلمة السينما المستقلة. في الأول كانت محاولات صغيرة وتجريبية في الخمسينات والستينات، وبعدين في السبعينات لما ظهر مخرجين زي سكورسيزي وكوبولا وغيرهم السينما المستقلة بقت قوة حقيقية. وفي الثمانينات والتسعينات مهرجانات زي مهرجان ساندانس السينمائي دعمت الموجة دي، وطلعت أسماء كبيرة جدا زي تارانتينو وسودبيرج وسبايك لي وكيفن سميث وغيرهم. وطبعا ما ننساش ان العالم كله كان بيغلي بحركات مشابهة، الواقعية الجديدة في ايطاليا بعد الحرب، الموجة الفرنسية الجديدة في الستينات، كلها كانت بتقول احنا مش هنمشي ورا قوالب السوق، احنا عايزين حرية اكبر للتعبير. يعني ببساطة من قلب مصانع السينما اتولدت حركة متمردة اسمها السينما المستقلة، واللي لحد النهاردة واقفة في وش السينما التجارية وبتقول الفن اولا. السينما المستقلة تقدر تقول ظهرت في مصر بشكل معقد شوية، بس تقدر تعتبر إن أول فيلم اتصنف إنه فيلم مستقل في بداية حركة السينما المستقلة الحديثة هو فيلم عين شمس لإبراهيم البطوط سنة 2008. الغريب بقى إن الفيلم اللي أنا عاوز أتكلم عنه النهاردة كنموذج سيء في الصناعة دي بتدور أحداثه في عين شمس برضه، فيلم عائشة لا تستطيع الطيران للمخرج مراد مصطفى. هليوبلس، ميكروفون، الشتاء اللي فات، فيلا 69، ديكور، آخر أيام المدينة، ليل خارجي، يوم الدين، 18 يوم، علي معزة وإبراهيم، بلاش تبوسني، نوارة. كل دول أفلام مستقلة كانت جيدة جدا وتكاد تكون عبقرية وجريئة، وفيها أفكار جديدة ممكن المشاهد يتفاعل معاها وتأثر فيه وتغير حاجة في فكرته عن الأفلام السائدة. واللي بيميزها الموضوع والطريقة اللي بتتناول الموضوع ده بيها. واخد بالك انت؟ فرش وغطا، الخروج للنهار، أخضر يابس، بعلم وصول 19 به، كل دول أفلام مستقلة برضه غالب عليها السكون اللي بيعبر عن حالة الشخصية الرئيسية اللي في الغالب ما بنتكلمش غير عنها أو بيها طول الفيلم. بمعنى إن الصمت ده أغلب الفيلم مبرر ليه بشكل ما، علشان بتعكس حياة البطل التي لا تخلو من الرتابة. ولكن هل في كل مرة لازم نستخدم نفس النمط علشان نعبر عن نفس الحالة ونفس الشيء؟ مش غريبة شوية؟ زهرة الصبار، وريش، وعائشة لا تستطيع الطيران، وسعاد، كل دول كان ممكن يكونوا أفلام عبقرية جدا لو ما كانش صناعها اختاروا الأسلوب ده في الحكي. وخلينا نركز على الفيلم اللي عاوز أتكلم عنه باستفاضة. اسمح لي أسألك زي فيلمر وأقولك ليه؟ واي؟ ليه قررت الفيلم يتحكي كده؟ السكوت والسكون والضلمة وزحمة الشوارع والمترو وعيشة اشمعنى الطريقة دي اللي دايما بتختار تحكي بيها فيلمك سواء مخرج الفيلم أو غيره؟ ليه بجد الفيلم يبقى ساعتين عبارة عن مشاهد مكررة وعايزة توصل نفس الحالة في حين إن غيرك عبر عن فكرته بالطريقة دي؟ ايه الحكمة في انك تكرر نفس النمط؟ طب ما انت ممكن تحكيها بشكل مختلف. وليه برضو لازم يبقى الكاست عجيب ومريب كده؟ البطلة مش ممثلة اصلا، والبطل التاني رابر مشهور. ايه الحكمة بجد في زياد زازا؟ عايز اعرف. والمشكلة بقى اللي انا مش عايز اقولها لك ان دوره عجبني، مش دوره، الكاركتر بتاعه ده مثير للانتباه فشخ. يعني ده واحد بيعمل واحد في قلب الشارع، مش فاهم ليه برضو، بس يعني جامد. ثم الفيلم ده تصنيفه ايه يا عم المخرج؟ سمعت له كام لقاء وهنرجع لموضوع اللقاءات دي بعدين، لقيته بيقول ان الفيلم مليان واقعية سحرية. ماشي، يعني هل الفيلم ده بكل ما فيه من واحدة بتتحول نعامة وبتشوف نعامة في كل حتة دي واقعية سحرية؟ مش فانتازيا زي فيلم ريش مثلا؟ ولا مثلا سريالية؟ تمام، هو بيقول إن الفيلم واقعية سحرية، بس اللي أنا شفته أقرب للفانتازيا أو حتى السريالية. ده خيال رمزي صريح،
الواقعية السحرية بتخلي الشيء الغريب جزء من الروتين اليومي من غير ما تحس انه محشور قوي كده. يعني فكرة انك تطلع عين شمس وكأنها حواري شيكاغو وناس بتضرب بقوالي ورشاشات في عز النهار وتغربل العيال السودانيين اللي كانوا جايين يعملوا حملة عليهم، الو ده ملوش علاقة بروح المنطقة الشعبية اللي انت بتقول انك عايز تمثلها خالص. بالعكس، بصورة هوليودية مفتعلة اكتر من انها تكون واقعية سحرية. ثم ليه الفيلم مقزز لهذه الدرجة؟ ليه مفيش مشهد أكل غير وحسيت بعدم الراحة والتقزز؟ أنت عاوز تعكس إيه هنا؟ السوداوية لأجل السوداوية وخلاص؟ خلاص يا أخي، ده أنت خليت الفيلم سوداوي جدا جدا جدا. ثم مشاهد البلاس 18 ليه كلها معمولة وحش قوي كده؟ بجد يعني انا بحيي الفيلم ده على جرأته في طرح المشاهد الجريئة الكتير دي، بس ليه كلها معمولة وحش؟ مشهد الخناقة بتاعة الراجل اللي بيقبض المغتربات ليه فيه عنف غير مبرر ومفتعل. زائد زياد زازا وهو بيثبت العيال اللي بيبيعوا عندهم في المنطقة في أول الفيلم، ليه حاسس الشتيمة خارجة منه على استحياء كده ومش واخدة راحتها يا مؤمن؟ ده حتى الشخرة الوحيدة اللي في الفيلم كانت بلا هدف ومش حلوة. يعني انت متخيل اخر مرة سمعنا فيها شخرة كان في فيلم كان سنة كام؟ يا عالم ما ترحمونا بقى، ارحمونا يا نعمل الحاجة صح يا ما نعملهاش من الاول. ايه لازمتها بجد بجد، ايه لازمتها؟ مشاهد الماستربيشن او الخرا على دماغ معمولة وحش. حتى مشهد البولو حب الوحيد اللي كان صادم في الفيلم كان معمول وحش برضه، تحس ان المخرج عمره ما عرف يعني ايه ده اصلا. حتى الواحد الوحيد اللي اتعمل في الفيلم كان في اكتر مكان غريب في الدنيا، وسط الشارع. طب ما انت عندك شقة فوق اهو يا عم. مش عارف اللي انا بقوله ده، بس يعني خلينا ننقل على اللي بعده. يا عمرو دياب يا الفيلم المفروض ان هو بيزعم يعني انه جريء واخد حريته في الطرح وبتاع وفي اساليب جديدة وهكذا. مش عارف ليه ما حسيتش ده قوي يا مراد. انا حسيت زي الراجل اللي كتب الكومنت ده، ان انت معاك نوتة كده بتكتب فيها الخانات اللي عاوز تطلعها في الفيلم علشان يعجب البيض الفرنساويين الجمال بتوع كان. حط لي يا ابني شتايم، حط يا ابني شوية كويسين. حط لي مشاهد مواصلات وضلمة ومشاهد استغفر الله العظيم شكل. مش عارف ليه برضه في وسط الشارع في الميكروباص ليه. ثم هل الفيلم بالشكل اللي شفناه عليه غرضه يناقش معاناة الأشخاص المهاجرين دول بجد ولا استعطاف غير مبرر؟ الصراحة ما حسيتش كده قوي، لأنها شخصية مش دايما كانت ضعيفة وضحية وبتاع. هو نجح في إنه يخليها شخصية بترد في بعض الأحيان الظلم اللي بيقع عليها، مش دايما متفرجة صامتة. ولكن ده بينافي ويناقض خالص الرمزية اللي انت باني الفيلم كله عليها، وهي رمزية النعامة. المخرج بيورينا الشخصية طول الفيلم ساكتة على الظلم اللي بتتعرض له، وبعدين فجأة في مشهد سريالي بتاكل من لحم الشخص اللي بيأذيها، وبعدها بمشهدين تجيب عمنا زازا الوسيم فعليا يرد الظلم اللي وقع عليها ده. طب ايه لازمة الرمزية دي؟ خصوصا ان النعامة اصلا رمز للهروب مش للانتقام خالص. النتيجة ان المشهد بيبان استعراض سريالي ملوش اي 30 لازمة ومتناقض مع الرسالة اللي المفروض يرمز ليها من الأساس. نيجي بقى للنقطة اللي خلتني أعمل الحلقة دي، وهو مخرج الفيلم اللي داير يشتم في كل الناس اللي مش عاجبها الفيلم بالمنظر المقزز ده، زي مشاهد الأكل اللي في فيلم بالظبط. مع انه قايل انه مش هيتضايق من الانتقاد وكل واحد حر يقول رأيه زي ما هو عايز. افتكر انت كمخرج لما تغلط في الجمهور وتقول لهم الفيلم ده مش معمول ليكم انتوا، امال معمول لمين؟ لمين الرمل مثلا؟ بالاضافة ان هم مش بيقولوا عليه فيلم مش مفهوم ومعقد وبتاع، بالعكس دول بيقولوا انت معرفتش تعمل فيلم عميق ومغرق في الرمزية بقى وبتاع والجو ده. فيلمك انت عامل فيه مغالطات كتير جدا، ويمكن يكون غرضك ترضي اطراف معينة كانت واقفة احتراما لهذا العمل المبجل. كمان الفيلم بالشكل ده ممكن يبرر ليه انه من مخرج هاوي مثلا غير مختلط بالصناعة، لكن مراد مصطفى اشتغل على ما يقرب من 30 عمل سواء افلام او مسلسلات كمساعد مخرج، يعني فرد من قلب الصناعة دي، ومع ذلك عمل الفيلم بالرداءة دي. بالإضافة إن أول فيلم ليه حنة ورد كان بيناقش نفس الفكرة، وفيلمه التاني عيسى كان بيناقش نفس الفكرة. ايه الفكرة بقى؟ انك تكررها لتالت مرة، وكمان بتغلط في الناس اللي مش عاجبها الفكرة وبتقول انها مكررة. الايجابيات بقى،
الضحك حوالين الفيلم يعني مثلا زياد زازا بعد ما عمل الفيلم وقال عادي ومحدش حبسه وراح عمل تراك بالشخصية بتاعته دي وكأنه معرفش يخرج منها، وكان بيقول كلام زي ما انتوا شايفين كده. لو نفسي تشطف وتجيلي تسلم نفسك تعالي ما تقولش لحد وانا على عيني راضي وهضمك ما ترد علينا يا قوي يا ابن اللذينة هيجتني خالص وقفت السعبانين لو لف الكل يكون مش هلاقي زيك يا وليد يا نفسي فيكوا في التوكة وفي صاحبيتك كده. الريفيوهات بقى على ليتر بوكس صريخ ضحك يعني. بص انا عايز اقولك ان انا قريت 3/4. مشهد ارتداء عائشة للماسك كان مشهد كويس، ومن كتر ما هو مشهد كويس المخرج قرر ان هو يبقى البوستر بتاع الفيلم. ومشهد وهي بتدور على العيل الصغير حفيد الراجل العالي القعيد المتحرش ابن المرل كان كويس، بالإضافة لمشهد السي جي آي اللي كان في الفيلم كان بالنسبة لفيلم مستقل كان حلو، بالإضافة لمشهد الأكشن رغم هلهلته كانت حاجة جديدة على فيلم مستقل وكان مشهد حلو رغم كل حاجة. وبجد بجد نفسي أشوف أفلام مستقلة عنصر الأكشن ده موجود فيها. مش عاوزين ننسى ان اول فيلم لتارانتينو كان فيلم اكشن واثاره وحركات وبتاع، ليه ما عندناش منه ده؟ بس احب ابشركم ان فكره الفيلم المهرجاناتي بمصطلحه العجيب ده اتغيرت عند كام صانع في السنين الاخيره، وشفنا البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو وسيرة أهل الضي، ولسه في أفلام جاية في السكة. وأتمنى من كل قلبي إن صناع السينما المستقلة كلهم يلتفتوا ويستوعبوا إن مش علشان خاطر فيلمك معمول للمهرجانات لازم يبقى بالطريقة النمطية اللي تخلي حبكته ضعيفة وبيتكلم عن أزمة الشخص المهمش اللي بيواجه الصعوبة في حياته اليومية الحانقة ومواصلات وشوارع القاهرة وتحت الكباري وريحة الصنانة وعوادم السيارات وزبالة المصانع ووشوش الناس العكرة والشرابات ال3 ب10 ومجنونة يا قوطة. خلاص زهقنا. غيروا وخلوا عندكم فعلا افكار غير سائده. يا فرحتي انكم بتعملوا افلام غير سائده عن السينما التجاريه فتعملوا سينما تانية على الجانب الاخر السائد بتاعها نفس النمط. طب ما هي يا ابني. الواحد شاف في الكام سنة الأخيرة كام فيلم مهرجانات زي وداعا جوليا وستموت في العشرين وكانوا ممتعين جدا. يبقى الغلط عند الصانع ذات نفسه مش في الصناعة. بجد نفس المخرجين والمنتجين يقتنعوا ان مش علشان الفيلم تجاري يبقى انتاج عالي جدا وسطحية مبالغ فيها في الطرح، وهرجع للموضوع ده في حلقة تانية. ولا ليه حلقة تانية؟ طب ما خير البر عاجله. فيلم المشروع اكس كان اكتر فيلم سطحي ومبالغ فيه، كادرات لا تحمل اي معنى، قصة وحبكة ضعيفة جدا وشخصيات خارجة من الفريزر لسه ما فكتش الواحد مش عارف يتفاعل معاها خالص. فيلم فيه كل حاجة وحشة وبيقولك ده فيلم تجاري مش فني. يعني ايه اخد العبط ده واسكت عشان خاطر هو فيلم تجاري؟ طب ما تعمل نفس المجهود اللي انت بذلته ده في الاخراج اعمله في السيناريو برضه وهيبقى عندك بجد فيلم حلو. مش هقولك عظيم، مش هقولك اعظم حاجة في تاريخ الافلام. ليه بنعمل افلام مش قد كده واحنا عارفين انها مش قد كده بحجة انها افلام تجارية؟ ده السؤال اللي مش عارف الاقي له اجابة خالص. ليه مصرين نحزق في الاكشن بالمشاهد الامريكية مع اننا عمرنا ما هنعرف نوصل لها؟ ليه ما نعملش اكشن لايق على صناعة بلدنا؟ ليه افلام الفتوات مثلا اختفت من ساعة التمانينات؟ وليه ابراهيم الابيض مفيش منه تاني؟ وليه اعمال نجيب محفوظ ما بتتعملش افلام تاني؟ وليه؟ اسئله كتير ملهاش اجوبه عندي وكلها في علم الغيب وسؤالها ولا لي اي داعي. والسلام عليكم. عليها ما يمكن تحبها ويمكن تكرهها على فكره، يعني مش بالضروره ان وانت احنا مرتاح مع هذا الموضوع جدا. يعني انا ما عنديش مشكله خالص ان حد يقول انا كرهت الفيلم او حد يقول انا حبيت الفيلم. يعني انا ما عنديش مشكله خالص ان حد يقول انا كرهت الفيلم او حد يقول انا حبيت الفيلم. افلام بالافلام. طيب ايوه الأولى افلام الأفلام. ايوه الافلام إيش؟ الافلام المستقله. معلش انا اسفه ثانيه بس ثانيه ايه المستقل في اللي انت عامله عن جد. طيب أنا أسألك سؤال بأمانة، ارسمي لي المستقلة. انا عندي مشكله مع افلام المهرجانات هنا ان هي لو اتعرضت على مستوى تجاري ما بتجيبش خالص خالص خالص، وكأن افلام المهرجانات لازم انت كصانع تفقدها كل العناصر الجماهيريه عشان يبقى فيلم مهرجاناتي. بس هي افكار يعني افلام ذات افكار مهمه بالظبط. بتمشي انما هل يجب ان تفقد كل عناصر تجاريه؟ لا يعني لا، احنا عندنا بنعمل كده.